السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. تحياتي لكم جميعا. أنا داخل بس سريعا كده أتكلم في نقطة واحدة بس على الموضوع الترند بالنسبة لمصر. الناس القطاع الأهلاوي بشكل عام، جماهيري وإعلامي ومنصات وبيدجات وصفحات رسمية وقنوات رسمية للنادي الأهلي، هجوم ذريع على الكابتن أحمد حسام ميدو من امبارح لحد النهارده. الراجل كان موجود، اللي معرفش القصه، كان موجود بيحلل الماتش رايح كانه محلل عادي خالص، والناس بتساله. المذيع او الاعلام اللي معاه بيساله، بياخد رايه في اداء النادي الاهلي. فقال له انا يعني النادي الاهلي اللعيبه في المباراه دي بالذات، اللي هي المباراه بتاعت بالميراس، فاقدين اساسيات كره القدم. يعني ايه فاقدين اساسيات لعب كره القدم؟ يعني ان هم التسليم، التسلم، خلق فرص، تحرك، كل الحاجات دي فعلا احنا شفناها كلنا. كانت صفر بالنسبه للنادي الاهلي. ده ما يمنعش ان اللعيبه كلها لعيبه كويسه جدا على فكره، يعني اللعيبه فائديا الفرز الاول على مستوى افريقيا ومستوى مصر. السكواد اللي موجود في النادي الاهلي ده من احسن السكوادات اللي الاهلي الميركاتو اللي الاهلي ممكن يكون عمله على مستوى تاريخه. تمام. فالراجل بينتقد عادي وبيقول لك ان انا بالنسبه لي كنت بتمنى ان يعني الرياضه المصريه، انا طبعا احنا عارفين ان ميدو صايع يعني عشان نتكلم بصراحه. ف بيرمي العسل في السم يعني، او بيرمي السم في العسل عفوا. فهو بيحاول ان هو يوضح ويقول، وبس كلامه ما حدش يقدر فنيا ما حدش يقدر يتكلم. انت الاهلي في الماتش ده كان عمل كل حاجه غلط، من اداره مباراه، من مدير فني، من تحركات لعيبه. حتى قفشه واقف بينادي للاعب بيقول له لا باص، وهو اصلا يعني واقف اوفسايد ب 8 9 يارده، او دي بدائيات الكوره على فكره. هاني التاكلينج اللي عمله، لا عرف يعني حتى الشكل نفسه بتاع التاكلينج كان شكله مش لطيف. فكان اليوم كله يعني كان باد لك للاهلي، ده حقيقه. فهو قال الكلمتين دول الدنيا قامت ما قعدتش. شوبر في امريكا وابراهيم المنيسي وعادل القيعي في مصر، وكل المنصات الاعلاميه للنادي الاهلي هجوم ذريع على امين، على احمد حسام ميدو. ورد طبعا سيد عبد الحفيظ من امريكا وحب يعلق على ميدو، وهسوها سباق بقى. فقال احنا ازاي ان ميدو يقول كذا كذا كذا، ازاي ان يقول اللعيبه ما عندهاش اساسيات الكوره، ازاي ان النادي الاهلي كذا كذا، انت عارف انت بتتكلم عن مين؟ احنا في فرق بيننا وبين بعض في مش عارف في النقاط، وفرق في المسافه، الكلمه اللي بيقولها دايما يعني. وده طبيعي، وحاجات اتكلمنا فيها كتير قوي، ان انت النادي الوحيد اللي معمول لك دعم ما حصلش في مصر، كل حاجه متوفره لك من استقرار مالي واستقرار اداري واستقرار فني كل شيء، كل شيء بيجي ينصب في مصلحه النادي الاهلي فقط. والناس كلها قاعده بس عشان خاطر ان هم، مش هقول يخدموا على النادي الاهلي، ولكن بص على تغيير لوائح بتروح لمين وبتتظبط لمين، امور كلها على فكره والله العظيم ما هي تجني ولا هو تعصب ولا هو ان احنا بنهاجم من باب الهجوم وخلاص. فسير عبد الحفيظ قال لك انت وانت وانت اللعيبه دول كان ممكن يبقوا فشله لو انت اللي كنت جايبهم. و... وخلينا اللي مش عارف يعني اللي يسوى واللي ما يسواش، يعني هو ما قالش اللي ما يسواش، اللي يسوى واللي ما يسواش كان قصده على ميدو اللي هو ايه ما يسواه. طيب يا كابتن سيد عبد الحفيظ، انت اتكلمت عن لاعب، اتكلمت عن لاعب لعب في اكبر 5 دوريات على مستوى العالم، تمام، من هو عنده لسه مثلا 19 سنه. جنت البلجيكي، مسيرته الكرويه بدات في الزمالك طبعا، وبعد كده اتنقل لجنت البلجيكي، وبعد كده راح اياكس، انديه القمه في الدوريات بتاعت اياكس الهولندي. بعد كده راح سيلتا فيجو الاسباني، بعد كده راح مارسيليا الفرنسي، تمام، بعد كده راح روما الايطالي، وراح توتنهام، وبعد كده ويجن. وبعد كده ده مسيرته كلاعب، احرز حوالي من 80 هدف، 80 هدف في الدوريات دي. يعني رقم كويس. احرز بطولات طبعا مع الفرق ده، احرز بطولات مع اياكس، يعني كان بيلعب مع قمه طبعا هو عليه حاجات كتيره طبعا اتخذت عليه، هو نفسه طلع يتكلم عليها وقال لك ان انا ما كنتش برضه عندي الثقافه او عندي يعني الفكر اللي يخليني ان انا استمر اكتر من كده في الملعب. الراجل بطل كوره بدري، رجع اشتغل، ختم مسيرته في نادي الزمالك، بعد كده اشتغل مدير فني، مسك الزمالك. اول مدير فني على مستوى التاريخ الرياضي المصري يكون عنده 32 سنه يحصل على بطوله مع نادي الزمالك. مسك نادي الاسماعيلي، مسك مصر المقاصه، راح السعوديه مسك الوحده السعودي، فشغال دلوقتي في لجنه تخطيط. راجل اصلا عامل اكاديميه عالميه
مساهم في نادي اوروبي، يعني ده نجاح مش فشل يا كابتن سيد. يعني لو انت بتتكلم عن ميدو كزملكاوي وبتنتقده ان هو دايما طبيعي يكون منحاز لنادي الزمالك. ثانيا انتوا من اول البطوله محسسنا ان انتوا في دنيا والناس التانيه في دنيا تانيه. طبيعي ان اي زملكاوي هيبقى برضه يهمه ان يعني إن الاهلي ما يكسبش. ما هو انت بتيجي، احنا كاهلي بنحترمه، يعني بنديله تحيه كاسم نادي مصري. لكن انت الناس، بعض الجماهير عنده وبعض الاعلاميين كلهم ماشيين في سكه بيبص لك بتعالي ومن فوق، فطبيعي انا اتضايق كجمهور زمالك. فالموضوع يا جماعه احنا ما بنسيرش الازمه. ميدو لما اتكلم كان بيتكلم فني، حتى جماهير الاهلي نفسها وبعض الناس الكتيره جدا المنصفين انتقدوا اداء النادي الاهلي وقال لك صدمه ما حدش كان متوقعها، لان كان الفريق الوحيد اللي في ال 32 فريق اللي راحوا البطوله دي كان معمول له فتره اعداد ومؤهل من كل النواحي. كان النادي الاهلي فشل ثم فشل ثم فشل ثم فشل. بنشوف الترجي ماشي ازاي، بنشوف الهلال السعودي ماشي ازاي، بنشوف الوداد ماشي ازاي، بنشوف صن داونز اللي بنسميه برازيل افريقيا ماشي ازاي. فيا جماعه لما تيجوا تتكلموا، انت رحت هناك خدت فوق مولد العمده كله وفرح العمده، ويا نسر يا نسر، النسر جه اهو. قمه الهرجله وقمه الكوميديا اللي ما شفناهاش في حياتنا خالص. فلو في خلل، الخلل عندكم انتم.